صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنبدأ مع بعض روتين قوي قوي. الفيديو ده أنا جديدة في القناة، وإيه بنزل لكم على قد ما أنا بفهم في اليوتيوب وكده. بحاول أنزل حاجات زي اليوتيوب تمام. يعني أنا والله العظيم طالعة بطبيعتي خالص، وحاجتي وكل حاجتي بطبيعتي خالص تمام. انا الاول حاجة صحيت وفتحت الشباك بهوي بقى الشقة كلها، وبعدين بشغل الراديو على اذاعة القرآن الكريم واكون متوضية، وبعدين ابدأ اصلي واقرأ الورد بتاعي او اقرأ جزء من سورة البقرة، يعني صفحتين 3 من سورة البقرة، وابدأ اقول اذكار الصباح. ان شاء الله صحيت الساعة 7، صحيت الساعة 10، صحيت الساعة 11، صحيت في اي وقت بقول اذكار الصباح تمام. ابدأ اخلص اذكار الصباح خالص، وبعدين ببدأ بستعين بالله وبقول لربنا عني يا رب على توضيب الشقة. والله يا بنات بيعني ربنا ان الشقة كلها على يعني ممكن في ساعة او نص ساعة اكون خلصت كل اللي وراي. بعد ما خلصت الذكر كده وخلصت الصلاة كده والروحانية دخلت كده قلبي، اروح ابدأ في التكييف اعبيه مية، علشان انا وبروح وباجي وبوضب في الشقة الهوا يجيني، لان الدنيا حر خالص اليومين دول. فلازم حاجة حتى المراوح اللي من فوق ما بتعملش اي حاجة ولا كأنك مشغلة حاجة، بس التكييف ده كويس خالص. الهوا بتاعه بيبقى قوي وبيبقى جايكي هوا ساقع تمام. انا بقى خلاص مسحته وخلصت مسيح خالص، وهبدأ اعبي. مسحته انا مش لوحدي، مسحته انا وبنتي. بنتي قالت لي والنبي يا ماما امسح معاكي، قلت لها امسحي كل ما تلاقي حاجة تقولي هنا يا ماما امسحي، هنا يا ماما امسحي، هنا يا ماما. ربنا يخليها لي يا رب وبارك لي فيها. بدأت بقى اعبي المية كلها ان شاء الله، واملى التكييف عشان ابقى مرتاحة واشوف ورايا واخطط بالراحة. هبدأ اخلص اوضب علشان ما تهش في الشقة. ليه؟ عشان كلنا ورانا مواعين، ورانا طبيخ، ورانا توضيب شقة تاني. هو روتين يوميا، بتنضفي شقتك روتين يومي، يعني ما تزهقيش. لو قلت زهقت النهاردة بعد بكرة هتلاقي الدنيا دي زي السلطة. بقولك انا والله زي السلطة. فانا جايبه لكم الروتين بتاعي على طبيعتي خالص، وشقتي على طبيعتي، ومواعيني على طبيعتها. مش مثلا يعني خلصت يعني شطفت المواعين كده وبعدين جبت لكم المنظر هو، لا انا جايبه لكم كل حاجة. وبعد الفيديو ده ان شاء الله في روتين اقوى من كده هجيب لكم. بصوا المطبخ كله على طبيعته. فبالله عليكي لو شفتي القناة بتاعتي وسمعتي الفيديو ده تعملي لي لايك وتشتركي في القناة. الله يبارك لك، الله يسعدك، الله يخلي لك اولادك. تعملي لي لايك وتشتركي لي في القناة، خليني افرح كده وابقى سعيدة ان الحمد لله انا يعني ما يعني القناة اللي انا فتحتها دي مش فتحتها كده وخلاص، لا ده في حبايب بيدخلوا لي، وفي اللي من الجزائر ومن المغرب. والله يبارك لكم يا رب. وهنا بقى بعد ما خلصت التكييف وشغلت التكييف بدأت اشيل الغسيل من الحبل. انا الحبل بتاعي يا بنات من يعني جوه الشقة، فاهمين؟ جوه الشقة. ليه؟ عشان انا يعني في مكان ما ينفعش اطلع في بلكونات والكلام ده تمام. وبعدين رحت هطلع الغسيل اللي كنت غسلاه تاني يوم من الغسالة، ورحت نشرته زي ما انتوا شايفين كده. نشرته هوريلكم كده اهو، شايفين؟ نشرت خلاص الغسيل اللي كان قبلها بيوم يعني حطاه في الغسالة يا بنات. عايزة تنظيف ان شاء الله يعني هعمل لها فيديو كده انا وبنظفها. معلش بقى نعمل كلنا يعني تعبانين مع اولادنا وتعبانين مع رجالتنا يعني الحمد لله.
بس ربنا يعيننا. وبصي ما تضغطيش نفسك، اللي تقدري عليه تعملي واللي ما تقدريش عليه ما تعملوش. بس اهم حاجه ما تتعصبيش وما تتعبيش، ومش كل شويه العيل مثلا يرمي شيل دي اعمل دي، لا، بالراحه وبهدوء، شالها ما شالهاش، يعني عادي، كبري دماغك وايه، ويعني هوني على نفسك شويه. تمام. هنا بقى عبيت الغسالة عشان ابدأ ايه اعمل حطة، وحطيت كلور، والمسحوق اللي انا حطيته يعني ده مسحوق بيشيل البقع. تمام. هي ست بتبيعه فقالت لي الاول جربي، لو شلك البقع يا عم اشتري مني، ما شالوش يبقى خلاص ايه الله يسهلك وما تشتريش مني. قلت لها خلاص. جربته بصراحة يا بنات ايه ما نفعش معايا، ما شليش ولا اي حاجة كده. انا بعد ما شلت الغسيل من على الحبل قلت ايه اطبقهم بسرعة عشان ايه ما تلهاش كده والهدوم ايه تتكوم. فايه بدأت اطبقها عشان ايه اريح نفسي ومش احطهم على السرير، احطهم على الكنبة، احطهم على الركنة، لا بصوا طبقي الحاجة اعمليها واحدة بواحدة وبالراحة خالص وعلى مهلك، وربنا هيعينك. طالما قلتي يا رب عيني ربنا هيعينك على طول والله، وهو اللي ربنا هيدبرلك ويمشيلك حياتك. كنت عايزة اقول لكم على حاجة يا بنات بسبب قيام الليل. تمام. والله العظيم حصلت معايا امبارح. تمام. انا في حاجة ليا 18 يوم حصل معايا موقف، انا مش هقول لكم الموقف. تمام. وقعدت اول ما سمعت الخبر ده قعدت ابكي، قعدت اعيط يعني ما اقول لكمش العياط اللي انا عيطته، بس انا راضيه من جوايا، راضيه يا رب والحمد لله، وليك حكمه يا رب في كده. تمام. فقعدت اعيط. فبعدين جه امبارح بقى صليت لا انا ليا 3 ايام كنت اصلي قيام الليل بسورة ياسين، يعني اقول الفاتحة وبعدها اقول سورة ياسين، يعني بقسمها إيه على صفحتين في الركعة الاولى وصفحتين، هما 4 صفحات عندي انا يعني في المصحف، صفحتين 3 صفحات في الركعة الاولى وصفحتين في الركعة التانية، هما باين 84 آية او 83 آية. يعني خلاص انا حفظت الايات علشان يعني لما قرأتها ليا 3 ايام بصلي قيام الليل بيها. جيت تاني يوم صليت برضو قيام ليل، صليت ركعتين قيام ليل وصليت بسورة ياسين برضو. انا بسيب الشفع والوتر ما بصلهوش مع العشاء، ليه؟ علشان استهم كده واقوم اصليه مع اصلي قيام الليل وبعدين الشفع والوتر. فلو انا صليت الشفع والوتر في العشاء بكسل، بقول خلاص انا صليت الحمد لله الفروض اللي عليا مش هصلي. بس لما ما بصلوش باجي على الساعة 1 كده واروح اتوضى وبصلي ركعتين لله وبعدين بصلي الشفع والوتر. المهم يا بنات صليت قيام الليل وصليت الشفع والوتر وقعدت شوية استغفرت ربنا. والله العظيم انا ماسكه التليفون بعد ما خلصت الفجر وكده، ورحت ريحت جسمي على السرير. قمت بقى شفت جاتني رسالة من الصدمة، قلت لا مش هي الرسالة دي. راح دخلت جوه الرسالة لقيت المفاجأة اللي هي زعلتني لا فرحتني. تمام. فانا اتصدمت، انا ازاي؟ والله العظيم الموضوع ده كان من رابع المستحيلات انه يرجع لي تاني، يعني ما كانش هيرجع، خلاص حاجة راحت مني، انا قلت مستحيل ترجع لي تاني. وسبحان الله رجعت بايه؟ والله بقيام الليل، وانك تتكلمي مع ربنا في قيام الليل وانتي وسجدة، وتسيبي الدنيا دي وتشيليها وتحطيها ورا ظهرك، هتلاقي ربنا جابلك الدنيا تحت رجليكي. والله العظيم صح. انا لما صليت قيام الليل ما دعيتش دعاوي، ما قلتش اي حاجة غير يا رب اغفر لي وسامحني واحسن ختمتي، ودعيت يعني دعاوي يعني زي كده. ما دعيتش قلت يا رب ارزقني، انا عايزة فلوس، انا عايزة يا رب توسع علينا عشان احنا في دي او الكلام، لا انا عايزك انت يا رب، انت اللي هتجيب لي كل حاجة، انا عايزك انت. فسبحان الله
يعني والله قيام الليل ده معجزة صح زي ما الناس بتقول. فأي حد نفسه في حاجة ونفسه في حاجة تتحقق، جربي ده حتى لمدة بصي يومين 3 بس. أنا أهو بقولك يومين 3 بس، تسيبي الشفع والوتر بتاعت العشاء ما تصليهمش. لما يجي على الساعة 1 أو الساعة 12 مثلا هتبقي عايزة تنامي، فتقولي لأ لازم أصلي الشفع والوتر، فهتقومي تصلي غصب عنك، لأن الشفع والوتر لازم نصلوهم. أنا خلاص دقت عندي قانون من وأنا وصغيرة، لازم الشفع والوتر ده نصلوه. ده اعتبر إيه يعني فرض، هو فرض خلاص لازم نصلوا الشفع والوتر، أنا عندي فرض. فاعملي كده وتصلي الركعة الأولى سورة ياسين، والركعة التانية الركعة الأولى سورة ياسين، والركعة التانية يعني تكملي سورة ياسين. ركعتين بس. ولو تقدر تستني صلاة الفجر تمام، ما استنيتيهاش والله بنية بصلاة قيام الليل اللي انت صلتيها ربنا هيخليكي تقومي تصلي الفجر. هتقولي ازاي؟ هقولك بصي معرفش، هي معجزة من عند ربنا. والله انا ليا فترة ما بصليش الفجر خالص، لما صليت قيام الليل وصليت بسورة ياسين رحت نمت ما صحيتش للفجر. تاني يوم صحيت قبل الفجر وكان باقي على الفجر ساعة، قمت صليت قيام الليل والشفع والوتر وصليت الفجر. سبحان الله. والنهاردة النهاردة اللي هو امبارح برضو صليت قيام الليل والفجر برضو. يعني انا قلت اقول لكم على المعلومة دي، يمكن حد نفسه في حاجة فيصلي قيام الليل بسورة ياسين، بس يصلي وهو بيفهم الكلام، يعني يصلي وهو بيقرأ الكلام وفهمه هو ربنا بيقولك هنا بقى كان المطبخ مقلوب جدا، فقلت اعبي علبة البريل دي. انا عندي بجيب جيركن بريل كبير فيبا، انا بحب الفيبا خالص ما بستعملش غيره. هتقولوا لي هاتي فلتة، هتقولوا لي انا ما بحبش غير فيبا عادي، والله هي مش هتفرق. يعني انا جبت قبل كده فلت، حسيت المواعين بتاعتي مش بتنضف وبيبقى غسيلها مش حلو، اما الفيبا بصراحة بيخلي المواعين ده جميل. حتى ما بحبش بريل اوكسي، برضو انا بحب الاريال بتاع اوكسي، بس البريل لا ما بحبوش. فبعد ما خلصت بقى اللي انتوا شفتوه معايا، انتوا ماشيين كده معايا، قلت اطبخ من الحمام بتاعي، اجيب جوز حمام كده من الطاقة بتاعتي وابدأ اذبحهم وانضفهم واحشيهم ونعمل حمام النهاردة. فجبت جوز حلو كده وكبير ما شاء الله يكفي، ورحت عملت الرز، سلقت الرز الاول وبعدين حطيت عليهم معلقه، يعني نص معلقه سمنه، ما نكترش سمنه، وشويه ملح وشويه فلفل اسود، وتبدأي تحشي في الحمام. ما شاء الله الحمام بتاعي بط يلا كده. وبعدين بدأت احشي. هنا الرز كان سخن خالص، فبقى انا ببرد فيه. بالله عليكي لو وصلت لحد هنا اعملي لي لايك، ما تبخليش عليا باللايك ده، اللايك ده من غير فلوس، بس انتي والله هتجبري خاطري وتفرحيني وتعملي لي تعليق. قولي لي بصي اي حاجه مثلا فيها يعني حاجه انتي شايفاها في الفيديو عرفيني بيها عادي. انا والله العظيم بقبل اي كلام، بس كلام يعني بدون تجريح، بدون يعني ما انا بشوف والله قنوات، يعني انا بتابع قنوات روتينات وحاجات، انا بحب المواضيع دي. فيعني بشوف اللي يعني بتتكلم على الواحدة تقولها القرف ده معرفش كده بيتكلموا بالطريقة. طب ما انتي قولي لها بأدب وباحترام من غير القرف والكلام ده، يخلي حتى نفسية صاحبة القناة تعبان. مش هتركز في الكلام الحلو قد ما هتركز في التعليق بتاعك انتي اللي هو يعني تعبها. فيعني يا ريت الكلام الحلو، والله الكلام الحلو صدقة، زي الابتسامة صدقة، يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، برضو الكلام الحلو صدقة. فلما تقولي كلمة حلوة، ما التعليق ده كلمة حلوة برضو. انتوا التعليقات، احنا في زمن التليفونات وفي زمن النت وكده،
التعليق بتاعك كلام، انت بتتكلمي. فيعني ارجوكم، يعني اللي عايز ينتقد حد كده او في حاجة شافها غلط في الفيديو يقولها باسلوب كويس، مش ايه القرف ده، لا من فضلك. في مثلا احنا شفنا في الفيديو في كذا كذا مثلا، فالواحدة هتتقبل، هترد عليك بكل ادب وبكل احترام، بدل ما يعني انت تغلطي وهي تغلط، فبلاش. اللهم صل على سيدنا محمد. اكيد عملتي لي اللايك، انا بعد الكلام الحلو اللي انا قلته لكم ده وقلت لكم سر قيام الليل، اكيد هتعملوا لي ايه اللايك الحلو بتاعكم، وتشتركوا لي في القناه، وتشرفوني كده وتشرفوني بتعليق حلو كده يفرحني ويكبر خاطري، واوريه لعيالي واوريه لجوزي، اقول له اتفرج شوف التعليقات الحلوه. فاعملي لي يا حبيبتي التعليق الحلو بتاعك. هنا بقى حطيت المية وسخنت المية للحمام، وبعدين نزلت عليها بالحمام، وحطيت بصلة وكنت بدور على ورق اللورة احطه، وحطيت حبهان، وحطيت حتة قرفة كده زي ما انتوا شايفين، لان ايه اللي يعني الحبهان والورق اللورة ما كانش عندي والله. فقلت ان شاء الله هجيب، بس ايه اخلي يعني جوزي يجيب لي إيه فعادي يعني. وحطيت ملح وحطيت فلفل اسود، وبعدين ايه هغطيهم، وبدأت ايه حطيت شوية سمنة في الحلة علشان احمر المكرونة، عشان اول ما الشوربة تتعمل بتاعة الحمام انزل بالشوربة على المكرونة. وبعدين هعمل برضو شوية ملوخية خضرة تستاهل بقكم، وبألف هنا وشفا للي كل. زي ما انتوا شايفين هي كده الحياة، ولازم نتعب، ولازم كل واحدة تسعى لهدفها. يعني انا الحمد لله ربنا كرمني وهدى جوزي عليا اني اعمل قناة. قلت له والله العظيم، يعني الكلام اهو بيني ما بينكم، انا بتكلم مع حبايبي، قلت له ما تقلقش، ويعني نفسي اعمل قناة زي الناس اللي بتعمل روتينات، وربنا بيكرمها وبيوسع عليها، ويعني ايه اعمل فايه يعني حاولت معاه كتير والله. فيعني الحمد لله، اللهم لك الحمد، ده كرم من ربنا، هو وافق يعني ايه بصعوبة والله. فربنا يكرمني فيها يا رب وما يخذلنيش، لان هو قال لي يعني انت مش هتنجحي، ويعني قال لي كلام كتير والله، فايه مش لازم اقول لكم. فان شاء الله انا هفاجئه وهفاجئه بكم انتوا ان شاء الله، وربنا يكرمني يا رب، وقناتي توصل ل100,000، واخد الدرع ويعني الحاجات الحلوة اللي الناس بتاخدها دي. انا غلبانة وايه، وعمري ما خدت حاجة ولا عمري نجحت في حاجة، بس ربنا ان شاء الله، انا ثقتي في الله كبيرة. فانا اهم حاجة عندي عيالي وايه يتعلموا، ويعني بتابع معهم برضو في تعليمهم، نفسي عيالي يطلعوا حاجة كويسة، فربنا يكرمني فيهم يا رب ويجبرني فيهم. انا قلت لربنا يا رب اجبرني فيهم يا رب اولادي، واهدهم لي واصلح احوالهم، امين يا رب العالمين. هنا بقى ايه الحوض بتاعي السله دي ليها فتره معايا تمام، فان شاء الله يعني انا قلت ايه اغيرها، انا ليه ما شايلهاش من الحوض، لان بصراحه نفعاني والله، وبغسلها يعني بغسلها بخل وملح ليمون وكربونات، وبتطلع زي الفل. ده ايه الطبق ده بتاع البريل، يعني اللي من جوه ده مش يعني مش حاجه وحشه، هو يعني عشان انا ايه على طول بغسل فيها وبعمل البريل فيها، فهي لونها كده تمام. هي دي يعني ايه يعني عاملاها مخصصة لغسيل المواعين. فايه بدأت اغسل معاكم المواعين، قلت اغسل معاكم ايه المواعين، هشيل المصفى بعد ما خلاص إيه صفيت المواعين كلها من اللي فيها، فايه هروح اشيل المصفى وابدأ اغسل ايه في المواعين. بصراحة المصفى دي حلوة جدا جدا لكل واحدة حابة تجيب مصفى تجيبها، والله العظيم بتريح جدا. انا ممكن ما كنش حاطة المصفى والاقي الحوض ده اتملى على الاخر، بس لما بكون بحط المصفى دي بيصفي لي اي حاجة بيصفيها لي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو ما صليتيش على النبي النهاردة صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واشتركي عندي والله العظيم ما هتندمي. وإن شاء الله أنا قناتي يا بصي هتشجعك، بصي لو ما تشجعتيش هتشجعك، جايبالك كل حاجة على الطبيعة،
يعني بص كل حاجة بكل حاجة بالبابا غنوج بتاعها زي ما بيقولوا كده جايبها لك في الفيديو، ولا مثلا عاملة اي حاجة ولا مونتاج ولا الكلام ده، كل حاجة على الطبيعة. جبتلك مواعيني قبل ما تتغسل، وجبتلك الحوض بتاعي، وجبتلك كل حاجة علشان ايه تتشجعي كده وتقومي تنضفي مهما كان مطبخك ومهما كانت شقتك تنضفيها وتخليها زي الفل، علشان لو حد دخل عليكي يقول ما شاء الله ده انت نظيفة. تمام، على قد ما تقدري. لو تعبانة كلنا عندنا ظروف يا جماعة، يعني انا مش زي فلانة ولا انتي زي علانة، فكل واحد له ظروفه. ممكن انا تعبانة عندي حاجة، فعلى قد ما بقدر بغسل المواعين، على قد ما بقدر بنظف شقتي. إيه مثلا دي يعني كل واحد له عذره. فلما تروحي تلاقي مكان مثلا مش نظيف بتاع حد، ما تقوليش ده دي مش نظيفة، يمكن تعبانة، يمكن صحتها مش، يعني لو قامت تعمل حاجة خلاص بتنهد، نفسها بيروح. فكل واحد ليه عذره. ربنا مدي لكل واحد نعمة. انا النعمة بتاعتي غير النعمة اللي عندك، نعمتي انا مختلفة يعني عن النعمة اللي عندك وعن النعمة اللي عند حد تاني. فكل واحد عنده نعمة مختلفة، واللهم لك الحمد، راضين يا رب بكل النعم اللي تجيبها لنا. زي ما انتوا شايفين كده بغسل معاكم المواعين، بوريكم ايه المواعين معاكم وبوريكم كل حاجة. وان شاء الله الفيديو بتاع بكرة اقوى من الفيديو ده. انا غاسله معاكم الشقة كلها، وعملت الحمام، ودخلت لكم على المطبخ كله، المطبخ كده جبت لكم المطبخ وانا بغسل المواعين وانا بغسل البوتاجاز، يعني ايه واحدة واحدة كده ادخلكم على الشقة بتاعتي كلها. بس احنا بنقول بسم الله، يعني بنبدأ بالراحة كده عشان ايه افهم يعني القوانين بتاعة اليوتيوب وكده. وادعولي يا جماعة ربنا يكرمني فيها ويكبر خاطري فيها، وما يفرحش حد فيا، اهم حاجة ما يفرحش حد فيا، لاني انا ايه اعدائي كتير. انا ليا عدو بقى، ايه العدو ده مستني لي غلطة كده، فربنا يسترها يا رب، وان شاء الله ايه ما تجيش غلط ابدا. واي حاجة يعني عايزين تنتقدوني فيها اكتبولي على طول في التعليقات، انا بتقبل اي حاجة، اي كلمة، اي حاجة، انصحوني باي حاجة انتوا عايزينها، عايزين تشوفوا كذا، عايزين يعني اللي انتوا عايزينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كده أنا الحمد لله ليك يا رب خلصت الحوض خالص. فهبدأ هبدأ أغسل في الحوض كويس خالص. تمام، علشان اخلص الحوض خالص وارتاح كده، وابقى خلصت الحوض وخلصت المواعين وخلصت الاكل ورايا عمال بيستوي، ويبقى خلصت كل حاجة، والحمام غسلت والمطبخ، وبصوا والله العظيم والسلم كنست وغسلت غسيلي وخلصت كل حاجة. لازم تبقي شاطرة حتى لو بأقل حاجة. لو قمتي بس وضبتي كده بسرعة كده ونظفتي المكان واسمك عملتي، مش لما تيجي اخر اليوم تروحي تقولي هو انا عملتي ايه النهاردة. فلازم تبقي شاطرة كده والناس تقول عليكي انك شاطرة في اي حاجة، في طبيخ، في غسيل، في كل يعني اي حاجة. كل واحدة ليها شطارة، مش انا شطارتي انا غير شطارتك انتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. كده انا خلصت الحوض، اللهم لك الحمد، وبشطف في الحوض كده. وبعد ما خلصت بصراحة انا ما قدرتش اصور لكم لما رحت للطير بتاعي والحمام، فان شاء الله هصور له يعني هصوره في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اوعوا تنسوا اللايك يا حبايبي، وتعملوا لي لايك واشتركوا لي في القناة، وخلوا حبايبكم يشتركوا لي في القناة. انا والله العظيم ما بتجمل عليكم ولا حاجة، انا نفسي ربنا يرزقني ويوسع عليا في القناة دي. انا ما بعملش حاجة يعني، ده هو روتين ان شاء الله. وهعمل لكم انا بصوا انا اكلي حلو جدا، يعني انا شطورة جدا في الاكل بتاعي. كل اي حد بيجيني بيعجب بالاكل بتاعي وبيقول اني انا شاطرة في اكلي ونفسي حلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.